السلام عليكم، يا رب تكونوا في خير إن شاء الله وفي أحسن حال. النهارده هنعمل وصفة معظم الناس بتحبها، إن ما كانش 99% من الناس بتحبها، أجنحة الدجاج. أجنحة الدجاج بقى ليها كذا طريقة، مشوية ليها كذا صوص وكذا طريقة وكذا تتبيلة، ليها طرق، صيني ليها طرق كتير جدًا، ليها طرق مقرمشة نعملها مقرمشة. فأنا النهارده جايبة لكم طريقة أجنحة الدجاج، ولكن أنا عاملاها لكم بتتبيلة الفراخ المشوية اللي هي بتتبيلة الشوي. خلاص. تتبيلة الشوي العادية خالص، وقلت بالمرة أتكلم معاكم عن تتبيلة الشوي باستفاضة كده. خلاص، هنا الأجنحة غسلتها كويس جدا، وأنا جبتها وعملتها في نفس اليوم فما كانش فيه محلول نقع. وآدي دي الزيادات اللي هي بتاع الفراخ طبعا. لو انت مش هتشتريها مغلفة من السوبر ماركت، من محلات الفراخ العادية خالص، بيبقى فيها زوايد، ما بيبقوش يعني بايعينها أجنحة دجاج صافي، بيبقى فيها زيادات من جنب ناحية الرقبة ناحية الصدر. أنا غسلتها كويس وجمعتها، وإن شاء الله أعمل عليها بقى مرقة، أعمل ملوخية، أعمل أي حاجة محتاجة فيها شوربة. خلاص هاشيلها في الفريزر لحين الاستخدام إن شاء الله. هنا هامسك كل جناح لوحده، وبالسكينة هاقوم منغّزة زي ما أنتم شايفين كده، وبالراحة جدًا الحركة دي يا جماعة، لإن الجناح رفيّع جدًا، فلمّا مرّة أنا وأنا باحط السكينة كده نفدت على كَف إيدي، فلو تلاحظوا أنا مخلية إيدي بعيد مش تحت الجناح، فخلّوا بالكم. في نقطة تانية عايزة أتكلم فيها، حتة إن الحتة الزيادة اللي في الجناح دي من أسباب الزفارة. لا يا جماعة، مش بتسبب زفارة، وأنا واحدة عملت فراخ كتير جدًا، 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 سواء في شغلي أو سواء للبيت عندي أو عزايم، وعمر ما حد اشتكى إن الفراخ بتاعتي زفرة. اللي بيسبب الزفارة حاجات تانية خالص هنتكلم عليها بعدين، لكن اللي هو اسمه ضفر الجناح بتاع الفراخ ما بيسببش الزفارة خالص. هنا بقى مكونات التتبيلة. مكونات التتبيلة: بصلاية، توم. هنا دي بقى احنا التتبيلة دي نقدر نشوي بيها فراخ، نقدر نشوي بيها دبابيس، نقدر نشوي بيها أي حاجة. دي تتبيلة الشوي العادية خالص. هنا حطيت بصل وتوم، وحطيت فلفل أحمر حامي، لو عاوزين مش عاوزينه حامي هتحطوا فلفل رومي، وحطيت طماطم. وهنا دايما نصيحة مني تحطوا الملح هنا دلوقتي، الوقت اللي هنضرب فيه ال- التتبيلة دي بنضربها في الخلاط، يفضل تبقى سايلة جدا، ما يبقاش فيها ما تضربش في الكبة. ليه؟ عشان الكبة هتخليها قطع، لا احنا مش عايزينها قطع، احنا عايزينها عصير. فنحط وقت ضرب الخضار في الخلاط نحط ملح، وبنحط الخل بتاعنا. الخل والملح بنحطه بتاعنا في نفس الوقت اللي انا بضرب فيه الخضار بتاعي بتاع التتبيله في الخلاط. بعد ما اتضرب كويس جدا، هجيب بقى هملة نفس الوعاء اللي انا عملت فيه ده، حوالي نص كوبايه، يعني نص الوعاء ميه، مش نص كوبايه، اكتر من نص كوبايه. انا مليت نص الوعاء ميه، وخدت زيادات التتبيله كمان اللي في الايه وعاء الخلاط. حطيت زيت، حوالي ربع كوبايه زيت، وهنحط اللي هو صوص الفلفل. عايزينه لو عندنا هريسة حمراء هنحط الحمراء، احنا دلوقتي ده اللي هو على السخن اللي احنا عاملينه مع بعض، اللي هو هريسة الفلفل اللي على السخن الحلو. وحطيت صلصة حمراء، وهقلب. التتبيلة دي تحفة، طعمها حلو جدا. طيب، في وقت عادي انا بحط صويا صوص، صويا صوص مش عندي فما حطيتش، لكن لازم احط صويا صوص في الشوي. هنا احط فلفل اسود. خلاص، يبقى احنا الملح بنحطه في الضرب في الخلاط. ليه؟ عشان نضمن ان الملح بتاعنا داب، ما يبقاش فيه تكتلات او يبقى فيه جزء ما دابش. هنا بقى تبلت فلفل اسود ونزلت بالبابريكا، ونزلت ببهارات فراخ، وهنزل بحبهان وورق لوري مطحونين مع بعض، وهنزل بزعتر، وهنزل بتوم باودر وبصل باودر. خلاص. انا ما بحبش بقى اقوم حاطه كل البهارات بتاعتي في الخلاط واضرب كله مع بعضه، بصراحه انا ما بحبش الحركه دي، انا بحب اضرب بس في الخلاط او الهاند بلندر الملح مع الخل بس في الوقت ده.
وبقية البهارات أنا باحب أحطها زي ما أنتم شايفين كده، مع الصلصة ومع الفلفل باحب أحطها كده، اللي باضربه بس الخضار مع الملح والخل. هنا أهي الأجنحة بتاعتي، أنزل بقى بيها، شايفين الصوص التتبيل خفيف إزاي، ودي حاجة مهمة جدًا في تتبيل الفراخ عامةً بتاعة الشوي، مهم جدًا إن الصوص ما يبقاش تقيل أوي ومتكتل، أو فيه مثلًا بصل باين، قطع بصل أو قطع طماطم أو قطع فلفل باينة، عشان ما تتحرقش وعشان التتبيلة تبقى أفضل بكتير. فمهم جدًا تتضرب في الخلاط وتبقى زي ما أنتم شايفين خفيفة وعصير كده زي ما أنتم شايفين، وزودناها مَيّة. هنا بقى عايزين تبيتوها من بالليل يُفضّل طبعًا، ولو بيتوها من بالليل نقدر بقى نشويها على شبكة عادي خالص في الفرن، لكن أنا دي كان المفروض أشويها بعد حوالي مثلًا ساعتين، فأنا سِبتها ساعتين تتبّل، ولكن الساعتين مش كفاية خالص لتتبيل الفراخ مهما كان، فلو هتشوي الفراخ في نفس اليوم يبقى تتشوي في صواني زي ما أنتم شايفين كده. ليه؟ الصواني بتعمل إيه؟ الصواني بتساعد على إن الفراخ هتنزّل مَيّتها وفي نفس الوقت ت ت ت تشربها، فبتبتدي الفراخ تتبّل كويس جدًا من جوّه. لكن لو إحنا تبّلناها فترة قليلة وحطيناها على الشبكة، الفراخ بتاعتي مش هتبقى متبّلة حلو خالص، فاهمني؟ فيُفضّل لو هنشوي على شبكة يبقى لازم الفراخ تبات من بالليل، ويا سلام لو قعدت يومين كمان، لكن لو في نفس اليوم يبقى في صواني زي ما أنتم شايفين كده. ليه؟ علشان الصوص اللي هينزل من الفراخ، السوائل اللي هتنزل كلّها دي هتقوم متبّلة كل الفراخ بتاعتي. دخّلتها الفرن، حطيت شواية وفرن في نفس الوقت، فتحتهم الاتنين مع بعض لمدة ساعة بالضبط. أول ما الفراخ تلاقيها خدت لون، اطفي الشواية، لو خدت لون قبل الساعة، اطفي الشواية وسيبيها تكمّل تسوية لمدة ساعة، تمام كده؟ بعد نُص ساعة هتبُصّي عليها لقيتِ الفراخ بتاعتِك خدت لون، اطفي الشواية وبعد كده سيبيها تكمّل بقية الساعة تسوية. شايفين مستوية تحفة عاملة إزاي؟ الأجنحة ما بتاخدش وقت خالص، وزي ما قُلت لكم الضفر بتاع الجناح مش هو خالص اللي بيسبب زفارة الفراخ خالص، مظلوم معانا يعني. بس كده ممكن تقدّميها بقى مع رز مبهّر، ممكن تقدّميها مع بطاطس محمّرة زي ما أنتِ شايفة، سلطة طحينة وسلطة بابا غنوج، سلطة خضرا، اللي أنتِ عايزاه تعمليه، حلوة جدًا، الولاد الصغيّرين بيحبوها والكبار بيحبوها أكتر. وجبة خفيفة ما بتاخدش وقت، لو عايزة تغيّري، لو عايزة تنوّعي. أسعار الفراخ بدأت تنزل على فكرة، عايزة أقول لكم مبروك يعني. جرّبوا الطريقة دي وجرّبوا الوصفة دي، وتتبيلة الفراخ المشوية تحفة، دي تتبيلة الشوي تقدروا تعملوها مع كل وصفات الشوي، اللي هي تتبيلة الفراخ المشوية. مستنياكم تجرّبوها، وكل سنة وأنتم طيبين وألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.